النقطه اللي بعد كده انه الواحد لازم يتلكك عشان يتبسط. كل سنه وانتم طيبين، نهايه سنه بدايه سنه جديده جميله على الكل ان شاء الله. عايزين يا جماعه نحدد كده شويه اهداف للسنه الجديده، وعايزين نحط شويه مبادئ لازم نبقى عارفينها، حتى اللي مش مقتنع بيها معلش عشان خاطر انا اقتنع بيها لانها صح. اول حاجه انه اللي عايز يعيش سعيد هيعيش سعيد، واللي عايز يعيش متعكنن هيلاقي 100 سبب ان هو يتعكنن ويبقى متنكد وينكد على اللي معاه. ده اول حاجه. تاني حاجه انه الحجج هي مفتاح الفشل. مفتاح الفشل في ايه؟ في كل حاجه، في الحياه الزوجيه بقى، في الشغل، في النجاح او قله النجاح بمعنى اصح، في قله الفلوس، في قله الطموح. كل دي الحجج. دايما كل واحد بيلاقي حجه علشان النفس البشريه ما بتحبش تواجه مشاكلها، هي بتحب تبرر مشاكلها. فلو كل واحد ظبط نفسه كده بيبرر حاجه، يعرف ان هو اوبا لا امسك، ممنوع، ما ينفعش، واجه مشاكلك، اعمل اللي عليك. لو انت مش موفق لازم تفترض ان العيب فيك وتجرب طرق اخرى غير اللي انت بتعملها، لانه زي ما الفلاسفه القدامى قالوا من الغباء ان تسلك نفس الطريق وتتوقع ان تصل الى مكان اخر. النقطه اللي بعد كده انه الواحد لازم يتلكك عشان يتبسط. يتلكك على اي مناسبه، على اي خروجه، على اي عيد من الاعياد، حتى لو عيد راس السنه الصينيه، اي حاجه نتلكك عشان نقول لبعض كل سنه وانتم طيبين وخلاص بقى، وانسي وبتاع ومش عارف ايه، وهي تقول له يلا بينا لطاف ولزاز وما تزعلش، يمكن انا زعلتك من غير ما اقصد. الحاجات اللي زي دي بتفرق قوي قوي في العلاقات، بتخلي الدنيا اسهل بكتير بكتير بكتير. فعايزاكم توعدوني ان احنا نبتدي السنه الجديده بشويه المبادئ الصغننه دي. ده حاجات جنرال جدا جدا، مهما كان بقى سبب الخلاف، مهما كانت الدنيا عامله ازاي، والله كله هيهون وكله هيعدي، كله هيبقى لذيذ ولطيف لو احنا عايزين كده. سنه حلوه جديده علينا كلنا يا رب يا رب. تبقى 2025 احلى بكتير من 2024 ان شاء الله. كل واحد فيكم نفسه يعمل حاجه يعملها، اللي نفسه يشتغل احسن هيشتغل، اللي نفسه ياخد فلوس اكتر ياخد، اللي نفسه يتجوز يتجوز، وبس يعني تبقى جوازه اولى ماشي. جوازه ثانيه لا دلوقتي ولا بعدين، احنا ضد الجواز الثاني خلاص، افتكروا يا ستات. فكل واحد بقى حاسس ان الثاني زعلان منه يروح ويصالح ويقول له كل سنه وانت طيب.